معي عبر الهاتف الآن الحقيقة قبل أن أنهي اللقاء معي الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك معنا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك. نعم، حقيقة بالطبع سأبدأ معك من تصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وصفكم اليوم في حواره مع الواشنطن بوست بأنكم أكثر إخلاصا لمعتقداتكم المتعلقة بالإسلام السياسي من إخلاصكم لمصر، وقال أن الفكر الذي يجمعهم يقصد الإخوان ليس القومية وليس الوطنية وليس لديهم فهم للوطن، بل لديهم مشروع أقرب للإمبراطورية الإسلامية أو الخلافة الإسلامية. ردك دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حقيقة كل ما نشر في هذا الحوار قدم تبرع كامل للشعب المصري من أجل إيضاح الكثير من المواقف. دعني أقول لك وبوضوح، يعني عندما يحدثنا وزير الدفاع الوطني أنه يعني يستعدي الغرب بشكل واضح ويقول أن مشروع مرسي ومشروع الإخوان هو استعادة الإمبراطورية الإسلامية، السؤال الذي يطرح نفسه وما هو مشروع السيسي؟ يعني ما هو مشروع السيسي وما هو الذي يقدمه إن كان تصوير أن استقلال الإرادة المصرية والاستفادة من عمق التراث الحضاري المصري والقيام على مرجعية إسلامية وفق مؤسسة تم انتخابها باحتكاك جماهيري مباشر وكانت هي إرادة الشعب المصري أنها محاولة لاستعادة الإمبراطورية الإسلامية، هكذا هو يصور. الأمر الخطير أنه قال أنه عندما كان الرئيس مرسي قبل عزله كان يطالب الساسة الأمريكان يوميا بتقديم النصيحة للرئيس المصري من أجل حل مشاكلهم. ماذا تعني هذه العبارة؟ هل يوجد في العالم وزير دفاع وطني يطلب من سياسة دولة أجنبية تقديم النصيحة لرئيس وطني من أجل حل مشاكل مصر أو تخص الشأن الوطني؟ يعني حقيقة نحن نريد إعادة تعريف لمصطلح الوطنية. يعني وأخطر ما في كلامي اليوم فضلا عن كل ما صدر أنه يطالب الولايات المتحدة بممارسة نفوذها وتأثيرها على جماعة الإخوان المسلمين لفك الاعتصامات. وهنا ماذا يسمي كل مصري وطني شريف هذا الاستدعاء للخارج وخاصة للجانب الأمريكي في تدخل واضح بالشأن الداخلي المصري، فضلا عن أنه حاول أن يسطح القضية بأنها قضية خاصة بالإخوان وأنها مجموعة من الاعتصامات التي ينبغي أن تفض. يعني نحن أمام عالم افتراضي بالكامل يعيشه قادة الانقلاب العسكري في معزل تماما عن القضية الوطنية الخالصة، وبدا للجميع أن الأمر أيديولوجي، يعني هو يحمل رؤية أيديولوجية مخالفة للإرادة التي جاءت بها الجماهير في رئيس وطني انتخب على أساس برنامج رئاسي واضح. فإذا الأمر لا علاقة له إلا بنظرة سياسية أيديولوجية خاصة بقائد الانقلاب العسكري عندما كان وزيرا للدفاع. دكتور أحمد يعني الفريق السيسي ضمن ما ذكره للواشنطن بوست في حواره أن الجيش تدخل في 3 يوليو لمنع حرب أهلية محتملة وليس للقفز على السلطة، وهم بالفعل يعني حسب الواقع هو ليس موجود في السلطة الآن. السلطة أقصد بها رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بالطبع. نعم، من أجمل أن تجيد التحذير من الأمور المحتملة وأنت واقع فيها بالفعل بشكل عياني ويومي منذ مجزرة الحرس الجمهوري وثورة 30 من يونيو التي يروجون لها زعما وفي أكاذيب متواصلة بدأ من أول 30 مليون حتى الآن. قطفت من ظهور مصر ومن شباب مصر ما يقرب من 400 من العائلات المصرية ومن شبابها ومن أولادها، وأكثر من 10,000 إصابة بالرصاص الحي، وخطاب إقصائي عنصري إرهابي بكل ما تعني الكلمة يقدمه المحرر العسكري حصريا لإعلام الدولة ولقنوات الدولة. لازم تسمي كل هذا الشحن بالكراهية والشحن ب يعني محافظة الشعب المصري وتقسيمه فعليا. نعم دكتور أحمد، للحقيقة دعني أخذ منك تصريح نهائي وإجمالي عن ما جاء كل ما جاء في حوار الفريق أول عبد الفتاح السيسي اليوم. أنتم في جماعة الإخوان المسلمين كيف ترونه؟ نحن نرى أن هذا الحوار جاء كاشفا أن الأمر دبر بليل، وكان منذ اللحظة الأولى لتسلم الرئيس الحكم كان الساسة الأمريكان ضالعين وفق نظرة ورؤية
وزير الدفاع الوطني هكذا ينبغي ان يكون في التدخل في الشأن الداخلي المصري، وختم عبارته بانه على اتصال يومي بوزير الدفاع الامريكي لاطلاعه على كل مجريات الامور، وكأن ينقل ارض مصر وما يخص الشأن المصري وكأنها ولاية من الولايات التابعة للولايات المتحدة الامريكية. شكرا جزيلا دكتور أحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا التغطية ما زالت مستمرة من الجزيرة مباشر مصر، وأترككم الآن مع صور حية من الجيزة ورابعة وبورسعيد والمنيا والسويس وبعض الميادين الأخرى لمعتصمي أو مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. ابقوا معنا. والفجار إلا